الحقيقة التي أظهرها العلم. معجزات القرآن الكريم. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم للبشر ليهديهم الصراط المستقيم، ودعاهم من خلال اتباعه إلى السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة، وليكون الرسالة الخاتمة الباقية إلى قيام الساعة. إن أسلوب القرآن الفريد وما تضمنه من حكم رائعة دليل واضح على أنه كتاب الله تعالى. وإذا أضفنا إلى أسلوبه ما احتواه من إشارات علمية صارخة، يتبين بما لا يدع مجالا للشك مرة أخرى أنه فوق مستوى البشر. ففي القرن العشرين اكتشفت حقائق علمية مذهلة باستخدام التقنيات الحديثة، وكثير من هذه الحقائق وردت الإشارة إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى قبل 1400 عام. والقرآن الكريم ليس كتابا متخصصا في العلوم الكونية، ولكن وردت حقائق علمية في ثنايا آياته ولم تكن تعرف وقت نزوله. ولعل في هذا التطابق بين ما اكتشفه العلم وما ورد في القرآن الكريم رسالة إلى الإنسان كي يعي هذا جيدا. فالله تعالى الذي خلق هذا الكون وحدد قوانينه هو الذي أنزل هذا الكتاب ليرينا بهذا أن كلامه سبحانه وتعالى لا بد من أن يتوافق مع خلقه. ومن الأمثلة الواضحة على جهلهم في التفكير العلمي اعتقادهم بأن السماء تستند إلى جبال عالية حتى لا تقع على الأرض، فقد كانوا يعتقدون بأن الأرض مستوية، وأن على أطرافها جبالا عالية كأعمدة عملاقة تمسك السماء كالقبة في الأعالي كي لا تقع على الأرض. ولكن بنزول القرآن الكريم انتهت تلك الخرافات والتصورات الباطلة، بعد أن أوضح أن السماء لا ترفع بواسطة الأعمدة والجبال. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أبطلت هذه الآية الاعتقاد بأن السماء تبقى فوقنا في مكانها بسبب الجبال. وهناك مفاهيم كثيرة لم يكن لأي إنسان علم بها في ذلك الوقت، وجاء القرآن فصححها. أشار القرآن الكريم إلى معلومات هامة عن خلق الكون وحتى خلق الإنسان، وعن تركيبة الغلاف الجوي، وصولا إلى التوازن الدقيق في الأرض. لنستعرض بعض هذه الدلائل العلمية في كتاب الله تعالى. نشوء الكون. يصف القرآن الكريم نشوء الكون من خلال وصف نفسه بقوله عز شأنه: بديع السماوات والأرض. وهذه المعلومة تتوافق تماما مع ما اكتشفه العلم الحديث. فقد توصل علماء الفيزياء الفلكية إلى نتيجة مفادها أن الكون بكل أبعاده نتج عما يسمى بالانفجار العظيم الذي حصل في وقت قصير جدا. والانفجار العظيم أو نظرية بيج بانج تثبت أن الكون خلق من عدم دفعة واحدة نتيجة انفجار نقطة واحدة قبل 15 مليار عام تقريبا. نظرية الانفجار الكبير هي التفسير الوحيد الذي لقي قبولا واسعا في الأوساط العلمية في موضوع خلق الكون وبدايته.
توسع الكون. لقد أخبر القرآن الكريم الذي أنزل قبل 14 قرنا في وقت كان فيه علم الفلك لم يتطور بعد عن توسع الكون. يقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وكلمة السماء كثيرا ما تستعمل في القرآن بمعنى الفضاء والكون، وهنا أيضا استعملت بهذا المعنى، أي بين أن الكون يتوسع. وهذه خلاصة أبحاث طويلة توصل إليها العلم الحديث. ولكن الأبحاث والملاحظات والحسابات التي أجريت بواسطة التقنيات الحديثة كشفت أن الكون في الحقيقة له بداية، وأنه